خبر وفاة الفنان محمد بطاوي نجم مسرح مصر. يعيش الوسط الفني حالة من الحزن بعد إعلان خبر وفاة الفنان الشاب محمد بطاوي نتيجة تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، حيث تم نقله لأحدى مستشفيات القاهرة، ولكن فشلت محاولات الأطباء في إنقاذه وتوفي في الحال. حالة من الحزن يعيشها الوسط الفني بعد إعلان هشام صلاح المستشار الإعلامي لفريق مسرح مصر والفنان أشرف عبد الباقي وفاة الفنان الشاب محمد بطاوي، حيث كتب عبر صفحته على الفيسبوك: لله الأمر من قبل ومن بعد، إنا لله وإنا إليه راجعون. توفي منذ قليل أبو قلب أبيض وروح جميلة محمد بطاوي، متتعزاش على اللي خلقك، بس حقيقي الواحد مش مستوعب. الفنان الراحل محمد بطاوي رغم مسيرته الفنية القصيرة إن رحيله أثر في نفوس محبيه ومتابعينه، فضلا على إنه ما زال في مقتبل عمره، وكان قد تزوج قريبا في ديسمبر 2020. الفنان الراحل خريج المعهد العالي للفنون المسرحية وعمل كمساعد مخرج مسرحي، فضلا على أنه قدم عدد من الأعمال الشهيرة الفترة الأخيرة، وهو أحد تلاميذ الفنان أشرف عبد الباقي. ومن أشهر أعمال الفنان الشاب الراحل مسلسل خلصانة بشياكة وليه لأ وشغل في العالي وبميت وش ومسلسل سك على إخواتك، فضلا على ظهوره في عروض مسرح مصر واللوكاندا. أثار وفاة الفنان الشاب بطاوي نتيجة تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة عن التساؤل بشأن أسباب حدوث الأزمات القلبية، ومنها التوتر المستمر والضغط النفسي الذي يسبب الأرق ليلا، واتباع نظام غذائي ضار بالقلب يكثر في تناول النشويات، وعدم الحصول على قسط كافي من النوم لعدة أيام، وارتفاع ضغط الدم المستمر، وزيادة الوزن غير المنتظم. الفنان الراحل من أبناء محافظة الفيوم، ودرس في المعهد العالي للفنون المسرحية، وهو ممثل ومخرج مسرحي، وعمل موظف في الهيئة العامة بقصور الثقافة، وعمل كمساعد مخرج ثم مخرجا مسرحيا، وتزوج في ديسمبر 2022. وكانت بداية بطاوي الفنية أمام الجمهور في 2016 عندما قدمه الفنان أشرف عبد الباقي في أحداث مسلسل راجل وست ستات الجزء العاشر، حيث أنه أحد تلاميذ الفنان أشرف عبد الباقي، وشارك أيضا في عدد كبير من الأعمال الأخرى التي حققت نجاحا واسعا.